بالبقاع بالهرمل بمناطق معينة صواريخ الدقيقة هذه ستسحب من ضمن الاتفاق. رح يحصل هذا الأمر. لكن خطورة الأمر أنه إسرائيل ما هممها سلاح حزب الله الثاني اللي هو له علاقة بالداخل. يعني أنه نحن كيف يعني حزب الله هو الصواريخ الدقيقة السلاح المهم بدنا نشيله. شو في سلاح ثاني اللي هن ما بيفترضوه انه هذا بشكل خطر عليهم؟ ما همنا، اصطفلوا انتم اللبنانيين دبروا حالكم، يعني ما لنا علاقه فيه، هذا موضوع ما لنا علاقه فيه. وبالتالي يعني ما عم نحكي عن نزع، عفوا بس هي فكره مهمه. ما عم نحكي عن نزع سلاح حزب الله، عم نحكي عن نزع سلاح حزب الله استراتيجي على ان يحتفظ بالباقي. في مشكلتين، مشكلة سلاح حزب الله مع إسرائيل وفي مشكلة سلاح حزب الله مع اللبنانيين. نعم. مشكلة سلاح حزب الله مع الإسرائيليين رح تنحل، مشكلة سلاح حزب الله مع اللبنانيين مفتوحة ليحلوها اللبنانيين. هلا رح يزعلوا منك ما رح هلا رح يزعلوا منك اللي ناطرين هالحرب تيخلصوا على حزب الله يا استاذ علي. لذلك لا شو بدنا لذلك انه مثلا مثل قرار 1559 ما حدا بيحكي فيه. انت ملاحظه لا الامريكان عم يحكوا فيه ولا الفرنسيين، وحتى الفرنسيين رندا تأييد الدين كاتبه مقال من يومين كثير مهم عم تحكي عن النظره الفرنسيه، وهي اشارت لقصه سلاح حزب الله الاسرائيلي بل رح ينحل. بس سلاحه والمصادر الفرنسيه شو عم بتقول بهالسياق؟ بتقول انه رغم هذه الحرب التي يمكن ان يهزم فيها حزب الله في مواجهه اسرائيل، فذلك لا يعني ان حزب الله سيكون عاجزا بهالمعنى. عم بيقول انا مش بشكل دقيق نعم. بس بهالمعنى انه عاجز عن انه يمنع انتخاب رئيس، وعاجز انه يمنع تشكيل حكومه، وعاجز انه يعمل بلبله داخليه. ما بيعني انه اذا هزم امام اسرائيل انه سيهزم في الداخل اللبناني، وانه هذا السلاح بالتالي اللي موجود معه يجب ان، وهالوضعيه يجب ان تكون على طاوله حوار بين حزب الله وبقية الفرقاء، لأنه حزب الله يجب أن يقتنع أن يدخل ضمن وهذا شو بيعني؟ هذا شو بيعني؟ بيعني أنه في تسليم بأنه في مشكلة رح تكون قائمة ومش محسومة، هي موضوع سلاح حزب الله المتعلق في الداخل اللبناني. والفرنسيين نفسهم ماكرون حكى عن 1700